السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. ان شاء الله هعمل معاكم طاجن مكرونة كده، حاجة فاخر من الاخر. الطاجن ده في ثواني بتحضريه طبعا، ولا تسلقي بقى ولا تحمري مكرونة. المكرونة هتتحط نية والصلصة عليها، وحاجة كده تحفة. وصفة او وجبة سريعة جدا، وهتفيد اولادك لو بالليل هتحضريها في اي وقت. في ثواني كده هتلاقيها جاهزة معاكي. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وهنقول لكم الوصفة بتاعتنا هتبدأ ازاي. اول حاجة معايا بقى صينية او طاسة، اللي حابة اللي انت الحاجة اللي انت هتعصجي فيها. انا معايا بقى كده بصلتين فرمان في الكبة، وحطيت معلقتين من السمنة على معلقة زيت، وحطيت عليهم البصلة بتاعتي، وبعد كده نزلت باللحمة المفرومة بتاعتي، قلبتها شوحتهم كده مع بعض، وبعد كده نزلت بالبهار بتاعي اللي هو فلفل اسمر وملح وسبع بهارات. وبعد كده اديتهم تقليبة كده اتشوحت معايا. وبعد كده هنزل بقى بقرن الفلفل الحراق. عندك بقى فلفل الوان اللي انت عايزاه، بتحطي اي نوع فلفل انت حباه. انا حطيت هنا فلفل حراق لان انا حابه الوصفه بتاعتي تبقى حراقه. وهنا بصوا كان عندي فلفل اللي هو الالوان اللي هو الاصفر بس، فانا حطيته. زي ما انا قلت لكم، اي لون انتوا اي نوع فلفل انت حطاه. خلاص كده انا خلصت العصاج بتاعي. هخش بقى على الصلصه بتاعتي. الصلصه معايا بصلايه، برضو البصلايه بتاعتي هحط معلقتين زيت من الكبار، واحط البصلايه بتاعتي عايزاها تصفر. اول ما تصفر معايا هبتدي انزل عليها بعصير الطماطم. الطماطم برضو مضروبه في الخلاط ومتصفيه. هنزل بقى اول بصله بتاعتي ما تصفر. انا بعمل صلصه مكرونه. نزلت هنا بفصين توم، شوحتهم كده بعد البصله بتاعتي. اول ريحتهم ما بتطلع ببدا انزل بقى بالصلصه عصير الطماطم. وهنا بقى حطيت طبعا عصير الطماطم بتاعي زي ما قلت لكم متصفي وفضيته. عندك بقى معلقتين صلصه، برضو تحطي معلقتين صلصه وتشوح تحطيهم الاول على الزيت بتاعي على البصله، وتطلعي المواد الحافظه اللي فيها، وبعد كده تيجي نازله عليها بعصير الطماطم. خلاص كده هنبتدي بقى نبهر الصلصة بتاعتنا. بهارات، سبع بهارات ورشة فلفل أسمر والملح بتاعي. هظبط بقى الصلصة بتاعتي اللي أنا بحب أعملها لأي نوع مكرونة انتي بتحبيه. الصلصة اللي انتي بتظبطيها. وبعد كده هنبتدي بقى ايه، ازودها بقى المية بتاعتها اللي هو القعد بتاع المكرونة. انت المكرونة بتسويها ازاي؟ زي الرز بالظبط. انت بتظبطي المية بتاعت المكرونة بتاعتك. انا حطيت كده المية بتاعتي على الصلصة، زودت الصلصة، ولما غلت خالص اول ما تلاقيها تغلي كده وتهري في نفسها هنبتدي نجهز. انا كده معايا العصاج بتاعي، ومعايا المكرونة. اي نوع مكرونة انت حباه، بس افضل حاجة المكرونة تكون اللي هي الاقلام، او المكرونة العقل الكبيرة. يعني هي دي اللي بتبقى ايه، مسنودة معاكي في الطاجن بتاعك. معايا بقى عندك طاجن فخار، عندك الطاجن ده، اي طاجن اي صينية هنفضي فيها ال بتاع العصاج بتاعي. انا مش هعمل دي بس، انا هعمل كمان واحدة، بس انا هصور لكم دي بس. فانا قسمت العصاج بتاعي، حطيته على ايه، اتنين طاجن يعني. فضيت المكرونة نية زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل عليها بقى بايه، هنزل عليها بالصلصة بتاعتي. الصلصة زي ما قلت لكم جاهزة ومتسبكة، بس اهم حاجة لما تيجي تفضي الصلصة ما تفضيش مرة واحدة وتبقى جامد. انا فضيت بالطريقة دي، اصبح ان الصلصة بتاعتي نزلت مرة واحدة، زقت اللحمة المفرومة بتاعتي من تحتها. انت لما تفضي بالراحة. انا فضيتها كده، ومعايا طبعا اي بولة او اي حلة ستانلس. طبعا في ناس بتعمل كده وبتحطها في فرن البوتاجاز، لا انا هعمل كده وهسويها على عين البوتاجاز من فوق. هتعملي ايه، هتحطي حاجه وفيها ميه مغليه، وتيجي حاطه الطاجن بتاعك فيها ومغطياها وحطها على البوتاجاز. هتستوى معاكي وهتبقى زي العسل، ولا فرن بقى ولا اي حاجه. بصوا هنا المكرونه بتاعتي بقى لما فضيت الصلصه زقت المفروم بتاعي من تحت عشان حركت المكرونه من مكانها. يبقى كده الوجبة بتاعتنا او الطبق بتاعنا التحفة اللي انتوا شايفينه ده، بصوا ما شاء الله، حاجة كده تحفة وسهلة وسريعة، وجبة سهلة جدا. وطبعا اي وقت ممكن تعمليها، طبعا للجو اللي احنا داخلين عليه، الجو الشتاء اللي احنا داخلين عليه ده برضو
ان شاء الله كده هتبقى جميلة وتدفي اولادنا. يا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اهم حاجة ما ننساش نحط المية على النار وتغلي، دي حاطين الطاجن بتاعنا وبعد كده نغطي الطاجن وخلاص كده هتستوى معاكي وهتبقى جميلة. وتوطي النار عليها هتستوى معاكي، ولا تحطيها في فرن ولا تحطيها في اي حاجة، هي كده وهتبقى خلصانة وتبقى جميلة معاكي. ويا رب يعجبكم الفيديو يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.